تعالوا اما احكي لكم عن مدام فلحوسه. مين مدام فلحوسه؟ ده العيان اللي عارف كل حاجه، اللي يمكن فعلا يكون عارف في التغذيه اكتر مني. اول ما اجي اقول لها اي معلومه انا عارفه كل الكلام اللي انت هتقوليه، دي المره الالف. اجي اكتب ورقه الدايت، يا ستي ده انا الف كتب في التغذيه. اقول لها على وصفه، ده انا عندي بدل الوصفه دي 1000 وصفه. امال جايه لي ليه يا ست؟ عشان مش عارفه ابدا. مدام فلحوسة مثال قوي جدا بيعلمنا الفرق بين حاجتين مهمين: النولج أو المعرفة والأكشن يعني التحرك. ايه الفرق بين الاتنين دول؟ وليه في ناس عندها النولج بس مش عارفة تاخد الأكشن؟ على فكرة كل الناس مش مدام فلحوسة بس عارفة كويس قوي ايه الأكل الصحي ومش الأكل الصحي، عارفة ايه اللي بيتخن وايه اللي ما بيتخنش، عارفة أهمية الرياضة. النولج في الموضوع ده فعلا متوفرة ومرطرطة. الكلام على السوشيال ميديا ما خلاش حد مش عارف أي حاجة، يعني كلنا عارفين لكن مش كلنا بنعرف نتحرك. طب ايه اللي بيخلينا يحصل لنا كده؟ في نقطة معينة لما بنحلها الدنيا بتفك وبنبقى بنتحرك من المربع اللي احنا استكت فيه اللي هو معرفة بلا عمل إلى معرفة وعمل. ايه هو؟ نتخلص من الإنهاك أو الأوفرويلمينج. الإنهاك بيجي منين بقى؟ بيجي لما تيجي في دماغك فكرة التغيير تروح مرتبطة على طول بالخطوات أو الإنجازات أو المهام اللي وراك. يعني مثلا تقول أنا محتاج أظبط نمط حياتي، أنا محتاج أخس 30 كيلو، أنا محتاج أرجع 3 نمر للوراء، أرجع مقاسي 3 نمر للوراء، أنا محتاج أقعد ساعة كل يوم في الجيم. المهام التقيلة دي بتخلينا ننهك من قبل ما نبتدي، فناخد قرار الفريز. طب خلينا في مربع النولج من غير اكشن، انا عارف ولكن لا اعمل. زي بالظبط كده الطالب اللي مراكم وراه واجبات قد كده، المكتب مليان صفوف كتب، فيبص لها كده وايه ويخش ينام. ليه؟ لانه هو ارهق من مجرد تخيل الفكره. انما لو حطينا له ملزمتين 2 بس على المكتب ممكن يخلص، وبكره ملزمتين كمان، وبعده ملزمتين كمان، فبعد شهر تالي الكتب برضه هيخلص، لكن هو اتحرك. نعملها ازاي دي بقى مع الدايت؟ سحر الخطوات الصغيرة. نعمل فراجمنتيشن، نفتت المهام إلى خطوات صغيرة وأكشن صغير، ونحتفل بكل انتصار صغير. ازاي؟ تعالوا نضرب مثال في تغيير نمط الحياه اللي هي شغلتي. انا مثلا عارف ان انا محتاجه اخس 30 كيلو. عشان اخس 30 كيلو انا محتاجه امشي 10000 خطوه، محتاج ان انا اعمل رياضه 5 مرات في الاسبوع، محتاجه اخد بروتين كذا، محتاجه اقلل كربوهيدرات كذا، محتاجه اشرب ميه كذا، محتاجه انام ساعات كتير كذا. لو حطيت كل ده قدامي، ايه ده؟ انا بعيد جدا، ايه كم الشغل اللي ورايا ده؟ لكن نقدر نقول مثلا انا النهارده ابص على الموبايل الاقي نفسي بمشي بالكاد 1000 خطوه في اليوم، هقول انا همشي 1500 خطوه. مش مهم خالص اوصل ل 10000 ولا مهم ده امتى، المهم ان انا اتحرك من مربع ال1000 خطوه. اراجع اكلي كده الاقي ما باخدش الياف خالص، اقول انا هاخد معلقتين سلطه بالعدد. اراجع اني اكلي الاقي نفسي العشاء بتاعي كله كارب، اروح مقلل كارب ومزود شويه بروتين، يعني النص رغيف اخليه ربع رغيف واحط بيضه مثلا. انا بديكم امثله ازاي نقدر نعمل خطوات صغيره ونداوم عليها فتره طويله، فنحولها لهابت وننتقل من المربع ده للمربع التاني، وبعد المربع التاني بقى هيبقى في مربع تالت، ومش مهم خالص نوصل للمربع الاخير. السير على طريق الوصول وصوله. ما بتعرفش تنام، حلو قوي، بتسهر قوي، هنقدم بس ميعاد النوم ساعة واحدة بدري، او هنصحى ساعة واحدة متأخر، او هنزود نص ساعة على المعتاد. حاجات بسيطة ونحتفل بيها. حلو قوي ان انا ارجع مقاس ورا، مش لازم ارجع تاني زي ما كنت مثلا وانا 20 سنة. المهم البداية. عرفتوا ليه بقى مدام فلحوسة عارفة كل حاجة وشاطرة في التغذية زي واكتر وتألف كتب، ومع ذلك ال30 كيلو الزيادة اللي عندها زي ما هم؟ لان هي لما بتفكر في التغيير بتفكر في ال30 كيلو كلهم على بعض، مش متقبلة فكرة سحر الخطوات الصغيرة. انما كيلو كيلو، المشي يزيد حاجة حاجة، الألياف تزيد حاجة حاجة، البروتين يزيد حاجة حاجة، الكربوهيدرات يزيد حاجة حاجة، هتتحرك بسهولة من مربع الفريز اللي هو نو أكشن إلى خطوة صغيرة ندمنها وتبقى العادة الجديدة، ونبدأ منها من جديد رحلة جديدة. احنا كده بنتسرسب على الطريق الصح. لكل مدام فلحوسة، ما تنهيكيش نفسك بالأهداف الكبيرة، قللي أهداف وزودي طولة نفس.